سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحوته معمره بالشعريه الصينيه وبلح البحر بوزروق. كنتمنى تعجبكم وتبقاو معايا حتى لاخر الفيديو. صراحه الله كتجي زوينه، كنتمنى تعجبكم. المكونات كنحتاجو حوته من النوع الكبير، اي نوع بغيتو تعملوا، اللي كتكون مفتوحه من ظهرها بحال هاد الطريقه. من الاحسن تعطيونا مول الحوت هو اللي يفتح لكم، يحيد لكم السنسور بهاد الطريقه. هما كيحيدوها بطريقه احترافيه، يعني كيعرفوا يحيدوه. المهم تفتح من ظهرها بهاد الطريقه كما كتشوفوا معايا. من بعد كنغسلوها مزيان ونقيوها، يعني هما اصلا كيغسلوها لك، الا عطيتيها لهم يحيدوا لك السنسور راه كيغسلها مزيان. المهم كنعاودو نزيدو نغسلوها مزيان ونفينيوها، ما نخليو فيها حتى شي حاجه. من بعد ما كنغسلوها كندهنوها بالحامض. كناخدو حامضه وكنقسموها على جوج، كنعصروها في ديك الحوته مزيان لداخل وبرا، يعني كنديروا لها جميع الاتجاهات كما كتشوفوا معايا. كنعرفوا ان الحوت كيبغي الحامض، يعني كنعطيوها الحامض ضروري. كندهنوها مزيان بواحد الحامضه كنعصروها عليها. من بعد كناخذوا واحد السكين وكنحاولوا نفتحوها بهذه الطريقه، يعني نفتحوا ديك اللحيمه ديالها باش كتشرب لنا التشرميله بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. من بعد كنخليوها تشرب ديك الحامض على الاقل واحد ساعه ولا جوج السوايع، وكتنشف لنا حتى الحوته كتنشف لنا مزيان. كنوضعوها في الثلاجه ولا كالحال بارد كنوضعوها غير في المطبخ. من بعد كما كتشوفوا معايا كناخذوا السحتر وكنديروا له السحتر مزيان، لا من داخل ولا من برا، يعني كندردروا عليها السحتر مزيان، كنحكوه بين يدانا وكنديروه له في كرشه لداخل كما كتشوفوا معايا. هي راه معمره عندي بالسحتر. من بعد كنحتاجوا المكونات: فلفله حمراء مقطعه وفلفله جوج فلفلات خضرين، 3 البطاطات مقطعين ومسلوقين السلقه، انا درت معاهم واحد شويه بطاطا حلوه، زيتون مقطع بهذه الطريقه. هذا غنحتاجوه في التشرميله، جوج ديال الشاشيات ديال الشعريه الصينيه، نص حامضه مصيره غير الجغول ديالها، غير القشره ديالها، جوج ديال العلب ديال بلح البحر ديال بوزروق مصبر، ها هو الكرتونه ديالو، واحد مطيشه محكوكه، واحد كاس ديال الزيت البلديه كما كتشوفوا معايا. كنكونوا سالقينه ديجا قبل واحد نص طلقه. اول حاجه كنوضعوا في الاله اللي غنطحنوا بها، كنوضعوا الزيتون وكنوضعوا واحد البصله، غير كنشلضوها بحال هكذا كما كتشوفوا معايا، يعني بصله مشلضه، وتقريبا 4 المعالق كبار ديال الزيتون معمر، يعني تقريبا نصف زلافه ديال الزيتون
بدون الزيتون بلا عظم. كنطحنوها بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا، كتخلط مزيان مع ديك البصله. من بعد ما كتطحن مزيان حتى كتولي على هذا الشكل كنوضعوها في المقله، كنشعلوا عليها النار بطبيعه الحال على عافيه مهيله. كنضيفوا لها شويه ديال الزيت البلديه، كنضيفوا لها نص حامضه مسيره غير اللب ديالها، والقشور هو اللي غادي نحتاجوه باش غادي نخلطوه مع الشعريه. كنبقاو كنحركو حتى كتبدا تقلى لنا الحشوه اللي غادي نشرملو بها الحوته. راها كتجي بنينه بزاف البنات بهذه الطريقه هذه، راها رائعه. الطريقه هذه ايطاليه. كنضيفوا عليها نص حامضه معصره دائما مع التحريك. كنضيفوا واحد جوج فصوص ديال الثومه محكوكين. كنضيفوا ملعقه كبيره ديال لاصوص طوماط، يعني انا درت 2 معالق صغار، نتوما تعملوا معلقه واحده كبيره. كنضيف واحد الملعقه صغيره ديال الهريسه اختياريه، اللي عنده الدراري من احسن ما يعملهاش. كنضيفوا واحد شويه ديال البودر ديال الثومه، كنضيفوا واحد شويه الزعتر كنحكوه بين يدانا بهذه الطريقه كما كتشوفوا. كنبقاو كنحركوا الكل حتى كيتخلطوا لنا مزيان مع بعضياتهم. من بعد كنضيفوا التوابل، ملعقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الخرقوم والملحه وتوابل السمك وشويه ديال الكمون وشويه ديال راس الحانوت. كنضيفوهم كاملين. ممكن تعوضوا بتوابل الحوت، ممكن انكم ديروا ضماد البنه الحوت. من بعد كنضيفوا شويه د القزبر ومعدنوس، انا كانوا عندي في الكونجيلاتور مقطع ناضي. من بعد كنضيفوا كنبقاو كنحركوا مزيان. كتكون هذه هي الحشوه اللي غادي نشربلو بها الحوته ديالنا. غادي نستعملوا فيها غير النص، والنص الاخر غادي نحاولوا نقسموه ما بين الخضر كما كتشوفوا معايا. كنوضعوها في الصحن اللي غادي نطيبوها فيه وكندهنوها مزيان. كنحاولوا ندخلوا لها ديك التشرميله ما بين ديك القطيعات اللي قطعنا في الحوته كما كتشوفوا معايا، حتى كنشرملوها مزيان، يعني كندهنوها من جميع الاتجاهات. هاد الطريقه هذه راها كتجي زوينه البنات، جربوها وردوا عليا في التعاليق.
بعد ما كنبداو نعمرو في الحوته كما كتشوفوا معايا، كنحاولوا ندخلوا لها مزيان ديك الشعريه الصينيه، كنعمروها مزيان. من بعد ما عمرنا الحوته ديالنا كيكون باقي لنا شويه ديال الزيت من هذاك اللي استعملنا في الاول، كنحاولوا نوضعوه بحال هكا حيت غادي نضيفوا الخضره باش ما تجيناش ناشفه. صافي كنبداو نوضعوا الجزر اللي كنكونوا درنا له شويه ديال التشرميله كما كتشوفوا معايا. كنبقاو كنحاولوا نوضعوه في ديك البلاصه اللي عندنا فيها الشعريه الصينيه باش واخا كندخلوها للفران ما كتيبسناش الشعريه. حنا كنعرفوا ان الشعريه الصينيه ملي كتدخل للفران الا بقات يعني معريه راها كتيبس. كنحاولوا نغطيوها بهذه الطريقه بديك الجزر. كما كتشوفوا كنحاولوا ندوروا يعني تبارك الله كل وحده ديكوراسيون كما بغات. من بعد كناخذوا حتى البطاطا حتى هي كنوضعوا لها شويه ديال التشرميله وكنحاولوا كنخلطوها شويه. من بعد كنبداو حتى هي كنستفوها بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. ديك التشرميله اللي خلينا من الحوته يعني قبل ما نديروها في الشعريه الصينيه راه قسمتها على 3، يعني حتى الخضره ما خليتهاش هكذاك بلا تشرميله، حتى هي راه عملت لها التشرميله كتجي بنينه. من بعد ما كملت البطاطا ديالي بالحطان بعد كان ديك الفلفله اللي بقات لنا حتى هي كنضيفوا لها شويه ديال التشرميله كما كتشوفوا معايا وكنخلطوها مزيان باش كتجي حتى هي بنينه. من بعد حتى هي كنبقاو نستفوها بهذه الطريقه، كنحاولوا ندوروها على الحوته كما كتشوفوا معايا. كنبقاو كندوروها كنعملوها دوائر وكنحطوها عليها من الجناب كتجي الشكل ديالها زوين. وديك الفلفله حمراء كنحاولوا نحطوها حتى هي في الجناب ديال الحوته باش كتجي باينه. بعد ما كملت الوضع ديال الفلفله ديالي كامله كما كتشوفوا معايا يعني في اللمسات الاخيره كنحاولوا نزوقوها بشويه د الحامض، يعني كل وحده وزوق داكشي كما بغات. من بعد كنضيفوا عليه واحد شويه د الزيت من الفوق، زيت الزيتون. كيكون هذا هو الشكل ديال الحوته ديالنا. راه كتجي زوينه بزاف. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحوته ديالي. كنتمنى تعجبكم وما تبخلوش عليا باللايك وبالتعاليق، وما تنساوش تشتركوا معايا وتضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم لي فيديو ديالي. انا قدمت معها هاد الشليضه، شليضه د الخس والليمون
والرمان. كنتمنى تعجبكم، وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران. كنتمنى تعجبكم وتنال